اللي انتوا شايفينه ده هو اكل رواد الفضاء. طبعا هو يبان جذع شجره متفحم، بس هو في الحقيقه قطعه لحمه مجففه ومتبله اسمه بيف جيركي. والفكره باختصار ان هم بيجففوا اللحمه بالطريقه دي علشان تبقى سناك سريع للرياضيين، وفي نفس الوقت هاي بروتين جدا، يعني حته لحمه بس. وفي نفس الوقت التجفيف ده بيخلي اللحمه تعيش كتير جدا. مستحيل حته لحمه بعد ما اتسحب منها كل الميه والرطوبه تبوظ بسهوله. الاولى نبدا ندوق. هو ريحته لحمه يعني عاديه، انا متخيل ان دي كانت قطعه ستيك طويله عريضه كده، بس ايه كشت من التجفيف، حتها توابل بس. طيب هي طعم لحمه عادي جدا، توابل طعمها حلو، فلفل اسود وحاجات كتير، بس القوام مستحيل انك تاكل حاجه تقعد تمضغ فيها مثلا ربع ساعه من كتر ما هي ناشفه، مجرد مجموعه الياف شابكه في بعضها. حتى لما بتيجي تقطعها انتوا متخيلين قد ايه الموضوع صعب، ففي المضغ وفي الاكل مش مريح خالص. اما بقى فكره ان هم بيستخدموه في الفضاء، فهم بس بيعملوا له معالجه اضافيه انه بيخلوا مفيش اي فتافيت ممكن تقع منه، لان الفتافيت دي في الفضاء مع انعدام الجاذبيه بتطير في كل مكان، السيطره عليها مستحيله، ممكن تدخل في اي حته، في اجهزه، في عين الناس. فعلى قد ما هو مناسب للرياضيين، هو اكل مثالي لرواد الفضاء.